كلبهم، والكلب قد فاز لما جالس الصلحاء ونال في جنة الفردوس أعلاها، وذكره جاء في القرآن نقرأه، وكلبهم باسط في الكهف تلقاها. تشرف الجلد بالقرآن حين غدا ملاصقا، واكتسى من قربه جاها. أضحى تقبله الأفواه قاطبة تبركا، ثم قد يعلو محياها. يا إخواننا، أهل الفقه والمقاصد يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه. من هنا أخذوا قاعدة أن البقعة التي ضمت أعضاء سيدنا الحبيب المصطفى هي أفضل مكان على وجه البسيطة، أفضل من الكعبة، أفضل من السماوات، أفضل من الأراضين، أفضل من العرش، أفضل من الكرسي. وابونا الشيخ عبد الرحيم عليه رضوان الله لما قال بالله صبرك ما بوازن باع الغير شبرك، روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. الجماعة المفهوم مضيق وعقولهم صغيرة استعظموا هذا الكلام. لما؟ لأنهم يبنون هذا القول على عقيدة باطلة، يظنون أن لله مكانا وهو العرش، وتعالى الله أن يكون له مكان، فهو الذي خلق الزمان وخلق المكان، كان لا زمان ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العرش ليس مكانا لله يا أحباب رسول الله، الله لا يحويه مكان ولا يحيط به زمان، لكن العرش هو أكبر المخلوقات حجما، نعم، لكن من هو أفضل الخلق؟ من هو أحب الخلق إلى الله؟ من هو سيد المخلوقات على الإطلاق؟ وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد. هذا مما لا نقاش فيه. فأخذوا من هذا الحكم أن البقعة التي ضمت أعضاء سيدنا محمد أفضل من العرش، وهذا القول قال به أئمة أكابر فحول أعلام، ونقله الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد عن الإمام ابن عقيل الحنبلي، إمام كبير، سئل أيهما أفضل، الكعبة الشريفة أم الحجرة الشريفة؟ الكعبة التي نصلي إليها وهي عظيمة، نسأل الله أن يزيدها تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وأن يجمعنا وإياكم في تلك الرحاب وفي رحاب سيدنا رسول الله. يا رب كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في تلك الأمكنة المباركة. سألوا السائل أفضل الكعبة الشريفة أم الحجرة التي فيها رسول الله؟ كان جوابه مسدد موفق ملهم. قال له إن أردت الحجرة لمجرد أنها حجرة فالكعبة أفضل، وأما إن أردت الحجرة ورسول الله فيها فلا والله، لا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح بهما صلوا عليه. اخواننا، كون ربنا يجعلنا من أمة هذا الحبيب نعمة رحمة. شوف الأمم السابقة منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، ومنهم لكن أمة الحبيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن يا أحباب رسول الله، ما جمعنا في هذا المكان المبارك إلا المحبة،
المحبة كنز ثمين، كنز غالي، كنز لا يقدر بثمن أبدا. فاحمدوا الله على نعمة المحبة، وحركوا المحبة في القلوب. وأهم شيء محبة سيدنا النبي، محبة سيدنا النبي، محبة سيدنا النبي. ومحبته كلما زادت ازدادت محبة الله. والرجال ضربوا أروع الأمثلة في حب رسول الله. المرأة التي قتل أبوها وزوجها وأخوها في إحدى الغزوات، ما صعبة يا أخوانا، فقدت ثلاثة، أخوها وزوجها وأبوها. جاء الخبر قتل أبوك، قالت كيف رسول الله؟ النبي طيب، يعني ليس في قلبها غير سيدنا محمد وحبه. قتل أخوك، قالت لهم كيف رسول الله؟ قتل زوجك، قالت لهم كيف رسول الله؟ قالوا لها رسول الله بخير، قالت أروني أنظر إليه. يا رب كحل عيوننا جميعا بالنظر إليه. فمن نظر إليه على المحبة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. فنظرت إلى سيدنا الحبيب قالت له يا رسول الله كل فقد دونك فهو جلل، أي مصيبة سواك هينة سهلة. وهنا الشيخ يقول إن التي قتل الكمات حليلها يوم الجهاد وصنوها وأباها، قالت لهم إن المصائب كلها جلل إذا نجى المهيمن طه، ترنو لطلعته وتنسى بعلها، وأبا أصيب كما أصيب فتاها، قد هام في حب الرسول فؤادها، قد هام في حب الرسول فؤادها، قد هام في حب الرسول فؤادها، وحسى مدام العاشقين فتاها. فيا اخوانا دارين قلوب تهيم في حب الحبيب، قلوب تصحى وتنام بحب رسول الله، قلوب تتحرك شوقا وتلهفا على سيدنا محمد. وكلنا نعلم أن الإنسان مهما عبد، والله لو عبد الله عبادة الثقلين الجن والإنس ومحبة النبي في قلبه ما في، بلقى شنو يا أخوان؟ استفيد شنو؟ تعبان في الفاضي. محبة سيدنا الحبيب هي الأساس، هي السند، هي التي بها يكتمل الإيمان. فحركوا محبة سيدنا النبي. كيف نحركها؟ لما نسمع لمدح رسول الله تزداد فينا المحبة، لأن المحب يشتاق ويتشوق ويتلهف أن يسمع سيرة محبوبه. وأن مما تلقوا الإنسان لما يسمع مدح النبي يقبل غادي ولا يصور وشه، أعلم بأنه قلبه فيه شيء. انت مدحوا من؟ مدحوا رسول الله. وسيدنا المصطفى مدحه رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدنا المصطفى مدح نفسه تحدثا بنعمة الله. سادات الصحابة كانوا جالسين ويتكلمون يتسامرون في سير الأنبياء. بعضهم يقول ماذا بأعجب من آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه. وهذا يقول ماذا بأعجب من إبراهيم اتخذه الله خليلا. وذاك يقول ماذا بأعجب من موسى كلمه الله تكليما، حتى خرج عليهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فقال لهم أما إني قد سمعت قولكم قلتم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وهو كذلك، وقلتم إبراهيم اتخذه الله خليلا وهو كذلك، وقلتم موسى كلمه الله تكليما وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا
فخر. ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. ألا وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيقول الخازن من بالباب، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الجنة تفتح باسم سيدنا محمد. اسم سيدنا محمد مكتوب حتى على قوائم العرش، مكتوب حتى على باب الجنة. هنيئا لكم يا أمة محمد، هنيئا لكم بهذا النبي، هنيئا لكم بهذا الحبيب، هنيئا لكم بهذا السيد، هنيئا لكم بهذا العظيم، هذا الذي يضبطنا الأنبياء السادات أن يكونوا من أمة الحبيب. فهنيئا لكم يا أمة الحبيب. إذا نحرك في قلوبنا حب رسول الله لما نسمع مدح الحبيب، مثل هذه المدايح الطيبة المباركة التي خرجت من القلوب التقية النقية. لما نسمع هذا المدح نسمع بمحبة، نسمع بتعظيم، نسمع بإجلال، نسمع عيوننا تفيض شوقا لرسول الله. ما أحلى عندي مدحك، مرة أبكي ومرة أضحك، شوقك لقلبي ينهك، ما رأيت حياتي شبهك. نسمع مديح الحبيب. وساداتنا الصحابة كانوا يمدحون رسول الله أمامه، وكلكم استمعتم إلى قول سيدنا حسان يخاطب حضرة النبي العدنان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بل الأعجب كعب بن زهير من الذين أهدر رسول الله دمهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، لأنه آذى المسلمين وآذى رسول الله شديد جدا. لكن كيف خرج من هذه الورطة؟ بمدح رسول الله. جاء متنكر بهيئة لا يعرف ووقف أمام رسول الله ينشد. إذن الإنشاد يا إخواننا عنده سند ودليل حجة. بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند، من سيوف الهند مسلول. قال له سيدنا الحبيب قال له بل قل من سيوف الله مسلول. وبعد ذاك أخذ البردة التي كان يلبسها الحبيب وكساها لهذا الرجل. شوف ممن أهدر دمه صار صحابيا عظيما ونال بردة رسول الله. لذلك لما نكرم المداح ونديه مشي القليل ده فيه تأسي بسيدنا المصطفى، وكلما أكثرنا فالله أعظم وأكثر أجرا. يبقى يا أحباب رسول الله نحرك المحبة، والمحبة لها جانبان. كلما تحدثنا في هذا الموضوع تحدثنا عن هاتين النقطتين. أولا التأسي برسول الله. سيدنا النبي هو الأسوة، هو القدوة، هو الإمام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس خلقا وخلقا، كان يقابل السيئة بالحسنة، كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لله، يمشي مع الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج فيقضي لهم حوائجهم وهو سيد خلق الله. يبقى نحن كمؤمنين وكمنتمين لأهل المشرب، لأهل الطريق، لأهل الله، لأهل الصدق، لأهل الإخلاص، لا بد أن نقتفي أثر رسول الله. لأنه يا أخواننا الرجال ديل والله ما صاروا أولياء ولا صاروا سادات ولا صاروا أئمة إلا باقتفائهم لنهج النبي الأعظم.
تحب الخير لأخيك المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى نتبع أثر سيدنا الحبيب، وكلنا نعلم أن سيدنا رسول الله كان من آخر وصاياه الصلاة الصلاة الصلاة. يبقى بتحب سيدنا النبي، صلاتك ما جامل فيها، ما تدخل الوقت في وقت، ما تنقل الصلاة نقل، لا، ائتي بالصلاة في وقتها بفرائضها وسننها وفضائلها وشرائطها وبالحضور مع الله فيها. وده نهج سيدنا الحبيب ونهج الرجال دين. انت بتحب سيدنا الحبيب، نقي قلبك، ما تخلي فيه حسد، ما تخلي فيه بغضاء، ما تخلي فيه شحناء. إذا شفت أخوك في نعمة قول يا ربي زيده، وزي ما أديته أديني، واسألوا الله من فضله. عشان كده يقول الشيخ عليه رضوان الله، يقول ولا تكن حاسدا شخصا على نعم، سل الإله الذي أعطاه يعطيك، رد الحقوق لأهليها على عجل حتى ولو أنها كانت مساويك، اعرف حقوق الذي يعلوك منزلة أو كان دونك أو أضحى مساويك، وقف على قدم الآداب منكسرا مع التواضع لا تنسى مساويك. وأنا لو نظرنا في هذا الكلام نجده كله من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. يبقى بنحب الحبيب نتبع نهجه، وأهم شيء نظافة القلوب. حتى للعدو نحب له الخير، نحب له الزيادة، نحب له الرفعة، لأن هذا نهج سيدنا رسول الله. أبونا الشيخ قال والله أبونا الشيخ محمد وجي الله كان إحسانه في من أساء إليه أشد من إحسانه في من أحسن إليه. ده درب الرجال صعب على النفس، فيه شدة فيه صعوبة، لكن لا بد أن الإنسان يتدرج ينتهج هذا المنهج. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لما تصبر على هذه الأشياء الصعبة بترتقي في مدارج الكمال. فيبقى اتباع رسول الله من المحبة، لكن نحن دارين مع الاتباع دارين محبة في قلوبنا جوه. لا تنفعنا صور الأعمال إذا كان القلب في داخله ليس يتحرك وينبض بحب رسول الله. محبة في القلب، حتى إنك لما تذكر سيدنا الحبيب تشتاق. سيدنا الإمام مالك بن أنس ونحن على منهجه وعلى مذهبه. سيدنا الإمام مالك كان من أشد الناس تعظيما لرسول الله. إذا سئل في الفقه، سئل في مسألة من مسائل الدين أفتى فيها، لكن إذا سئل في حديث رسول الله لا يفتي حتى يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبخر له المجلس ويجلس في كرسي عال، يقول هذا إجلالا لحديث رسول الله. حتى في بعض المرات قالوا لدغته عقرب 19 مرة حتى تغير لونه ولم يقطع الحديث. قال كل هذا إجلالا لحديث رسول الله. وكان إذا تحدث بحديث سيدنا النبي فتكلم إنسان نهره، وقال له إن الحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك لما سألوا أبو جعفر المنصور، ما نكون طولنا عليكم يا أحباب، لما سألوا أبو جعفر المنصور وقال له حينما هاتي لأسلم على رسول الله يا رب اجمعنا جميعا في تلك الرحاب لنقف في أعظم مكان خلقه الله
لنؤدي التحية إلى أعظم مخلوق وأعظم مرسول نبينا محمد. حينما تقف في ذلك المكان، بل وحينما تذهب إلى تلك البلاد، إلى المدينة المنورة، حينما تلوح لك المعالم، حتى ذكروا أن الإبل في سالف الزمان حينما تأتي من بعيد وهي ذاهبة إلى المدينة وتنظر القبة الخضراء تسرع إسراعا شديدا حتى يفيض الدمع من عينيها. الإبل، لأن الإبل بتحن لسيدنا النبي. في حجة الوداع سيدنا الحبيب ذبح بيده الشريفة 63 بدنة، فكانت الإبل تزدلف وتقترب كل واحدة لتحظى بأن يذبحها رسول الله بيده الشريفة. شوف يا أخي الجمال بالذبح كيف رضا، حبا في الرسول بالفرحة يمتخضا، طوعا يزدلفنا وللبقاء رفضا طأطأنا الرؤوس. قالوا لما تشوف القبة الخضراء تفيض الدم من عيونها. حدا حادي السرى باسم الحبائب، فهز الشوق وأعطاف الركائب يضل. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب، فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أين الدموع؟ أين الحنين؟ أين الشوق؟ أين القلب الذي ينبض بالمحبة؟ نعلم أن الجذع بكى من فراق رسول الله.